السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة سهيلة كنغي. إذا العودة راح تكون إن شاء الله بإذن الله قوية. اليوم جيتكم باتي لتجهيز المقنين والكنغي اللي راح اللي راح يعاونكم بزاف، ويعاون كذلك بكثرة الإناث اللي باش تخدم العنقود تاعها. الباتي هذا راح نستعمل فيه البروكلي او تقولوا له كذلك البروكلي هذا فيه نسبة عالية من الماء، فيه لي بروتيين، فيه الجلوسيدات، فيه لي ليبيد، وكذلك لي فيبر، فيه المعادن كالكالسيوم وكذلك البيتا كاروتين، فيه فيتامينات أخرى كلا فيتامين A والبي 9 والبي 2 سي او والكا، فيه بوتاسيوم، فيه الفير، فيه بزاف فوائد. نرحوه بهذه الطريقة. إذن عندنا كذلك البيض اللي نكون غليته بشويه ملح كالعاده، باش نحو كامل هذيك الميكروبات اللي تكون فوق القشره، هكذا نتفادى كامل الامراض للطيور. اذا هكذا راح نبدا معكم الوصفه، ومنها نتكلم على كاع واش راح نخدم واش راح نزيد في هذا الباتي. اذا ناخذ هكذا كما راكم تشوفوا لا باتي فلاي راهي معروفه غنيه جدا فيها حتى الدود، هذاك الدود القباب يكون مجفف كما راكم تشاهدوا هنا. خديت حوالي 4 ملاعق تاع لا باتي فلاي. نتوما تستعملوا على حساب واش تقدروا تخدموا، لانه راح تكون راح تتشمخ شويه كما راكم تشاهدوا هنايا. اذا نزيدوا لها هذاك البروكولي لازم كي نشروه دائما هكذا بهذه الطريقه هذه، لازم يكون خضر، ما لازمش يكون صفر. اذا كان بدا يصفر راح يفقد القيمه تاعو، القيمه الغذائيه. نخلط ونزيد هنا حبه بيض كامله. راح تشوفوا ان لاباتي ما تكونش مشمخه، تكون نوعا ما منديه، تكون فيها شويه، تكون رطبه، ما تكونش ناشفه كما تشوفوا لاباتي فلاي هكذاك ناشفه. نخلط هكذا، وهنا راح نزيد حبوب اللي راح كذلك يحتاجها الطير في بالنسبه للفيتامينات راح يحتاجها كما راكم تشاهدوا. اذن بهذه الطريقه وراح نتكلم على المواد الاخرى. نجيب عندي هنا راح نزيد البولين او معروف البولين معروف بال لونسامبل تاع لا فيتامين بي. عندنا البي 1 والبي 2 البي 3 البي 5 البي 6 البي 7 البي 9 والبي 12. عندنا فيه لا فيتامين سي، هو مضاد للاكسده، راح يقوي لنا المناعه. وحتى اذا كان الطير تحكم شويه يحكموا شويه ستريس كش حاجه، ولا نقدروا نديروا نص مغرفه تاع قهوه في المشربيه ونخلوه له يشرب منه، هذا راح يساعده كذلك، ويعتبر كذلك نوع من من البريبيوتيك، لانه فيه هذا المجموعه تاع الفيتامين با. ناخذ اذا هكذا نصف ملعقه تاع لو بولين ونزيدوه للباتي تاعنا. هاد الباتي هذه نقدروا نقدموها مره في الاسبوع حتى مرتين في الاسبوع، لانه عندنا دوطر باتي انواع كثيره من الباتي اللي نقدروا نخدموها ونقدموها. راح نزيد كذلك عندنا بذور القلوب او كما ما هنا معروف زريعه الكيف، ولكن هنا انا كالعاده راح نجوزها شويه في الغبو، ما نرحيهاش بودره، ولكن نوعا ما نكسرها هكذا باش نسهل للطيور ديالي، اكيد راح ياكلوها.
لما تتخلط مع لاباتي راح ياكلوها. هنا ندير ملعقه كما راكم تشاهدوا تاع الملعقه تاع الاكل هكذا، وراح نزيد كذلك نزيد لا شيا كما راكم تشاهدوا. انا هكذا نشري يعني نحب نشري الحبوب يعني بكميات قليله هكذا باش ما تفسدليش، نخدم بها يعني عند الحاجه. ندير هكذا ملعقه تاع الشوك معروف اللي راح على بالكم فيه نسبة عالية كذلك من الكولين، راح يحافظنا على كبد الطير تاعنا. راح نزيد كذلك هنا لا شيكوري او الهندباء البرية، كذلك الهندباء البرية معروفة كذلك فيها نسبة عالية من الكولين، يعني هنا ما راحش نخاف على الطيور ديالنا بما انه فيها كذلك البيض وفيها كذلك يعني البذور الزيتيه، ما راح نخافوا كامل. هنا نزيدوا نصف ملعقه تاع ملعقه صغيره نصف ملعقه عفوا تاع لاشيه ونخلط كيما راكم تشاهدوا. يعني تقدروا تستعملوا كاع واش يكون عندكم يعني البذور اللي يحبها الطير، تقدروا تزيدوا يعني البذور اللي يحبها لا غرين دو نيجر باغ اكزومبل. انا دوك هنا نزيد شويه لا غرين دو نيجر هكذا باش اكيد راح نحفز الطيور اللي ما يحبوش لاباتي ياكلوا لاباتي، ياكلوها لما يشوفوا هاد البذور. ويعني اللي ما عندوش ماشي مشروط ديروا كامل هاد الحبوب هذه، ما تقدروا ما ديروهاش. هنا نزيد هاد لويات هذه لويات كانت تاني كذلك فيها بزاف معادن موجوده يعني في المحلات، راهم يديروها حتى يعني يستعملوها حتى في الغاطو، يعني تقدروا في لي بولونجري ولا كاين دي بولونجري يستعملوها حتى في الخبز، يديروها فوق الخبز. نتوما تخلطوا كما راكم تشاهدوا، يعني ما راهيش شوفوا ما راهيش لاباتي ما راهيش مشمخه. نخلط مليح. قلت لكم اللي ما عندوش كامل هاد المكونات ماشي مشروط ديروا واش راني ندير انا، يعني الهدف من هذا انكم تزيدوا البذور اللي يحبها الطير ديالكم، والاهم من كل هذا انه تعرفوا القيمه الغذائيه لكل بذره هكذا باش كي تقدموها للطير ديالكم هكذا في لاباتي تعرفوا الطير ديالكم واش راهو ياكل، ويعني الفيتامينات اللي موجوده في هاد البذور هذه. هنا على بالكم باللي علاش نقولوا تاع التجهيز، ونقولوا يعني حتى في فتره التزاوج حتى الفراخ يقدروا ياكلوها، الاناث توكل بها يعني الفراخ ديالها، هذا راح يعاونهم بزاف. راح نزيد كذلك البروبيوتيك على بالكم راح يزيد يعني يحافظ على جدار الامعاء تاع الطيور. راح نزيدوا كميه قليله حوالي 5 غرامات من البروبيوتيك هكذا باش يعني نحافظوا على الامعاء تاع الطير ديالنا، قوي لهم كذلك المناعه. كما قلت لكم يعني حتى لو بولان فيه يعني حوالي هاد النسبه تاع لي بي فيتامين بي، قلت لكم يعتبر ان بريبيوتيك. راح نزيد مع هنا حاجه يعني صح ما عنديش الكالسيوم بودر، ولكن راح نستعمل الكالسيوم ليكيد يعني سائل تاع الكالسيوم. هذاك البودره خلاص لي معليش نقدر نستعمل ندخل فيه الكالسيوم تاع هذا ليكيد نقدر نستعمله. اذا هنا شحال راح نستعمل حوالي 5 ملي لتر هكذا في هذه الكميه، يعني ماهوش راح ياثر على تقولوا محسوب بزاف ولا بالعكس راح يعاون الطيور. وكل حاجه هنا اللي درتها راهي فيها الكالسيوم، يعني هذا حتى وان ما عندكمش تقدروا ما ديروهش، لانه يعني كامل المكونات الاخرى راهي فيها كالسيوم. هنا انا حبيت نزيد هذا لو ليكيد هذا
لا عندكم بودره ديروا بودره، ما عندكمش عندكم ليكيد تقدروا ديروا ليكيد. يعني راني نسهل لكم في كل حاجه، يعني راكم تشوفوا كيفاش راني نخدم. بهذه الطريقه نخلط يعني هكذا باش يدخل هذاك لو كالسيوم في كامل لهذيك لاباتي. يعني في تما راح يعني نخلط مليح هكذا باش كاع لاباتي يمشي فيها هذاك الكالسيوم. نحطه بجهه هكذا، ونزيد نروح نجيب حاجه اخرى كذلك اللي راح تساعد تاني الطير باش لو كالسيوم هذا كي فا يتر فيكسي. تسمى نجيبو لا سبيرولينا. هاد السبيرولينا هذه كذلك مليحه. قلت لكم اللي ما عندوش ماشي شرط تتبعوا كاع واش راني نخدم. تقدروا تخدموا بها، تقدروا يعني كل واحد ومقدوره. قلت لكم الأهم من كل هذا أنه الطير تاعكم يتعلم ياكل لاباتي، وهذيك لاباتي لازم يكون فيها يعني كاع الأساسيات. في هذه هذه الكمية هذه راح نستعمل حوالي 4 غرامات. الملعقة هذه فيها 5 غرام، أنا نستعمل حوالي 4 غرام. ونخلط كما راكم تشاهدوا، نخلط مليح هكذا باش يعني في كل لاباتي هذه راح يعني تواسى فيها هذيك السبيرولينا. بهذه الطريقه اذا انا هنا راح نقدمها في لي غودي، ولي غودي هذوما راح يعني دوك تشوفوا يعني نقربها لكم من الاحسن. راكم تشوفوا يعني رجعت اون باتي فيها كل حاجة، حتى الدود القبابي راهو فيها. يعني نقدر نقول راهي مكمولة من كل حاجة. لاباتي هذه تقدروا حتى تزيدوها قلت لكم تمدوها الفروخة كي يزيدوا. بهذه الطريقة هنا راح نزيد حاجة أخرى، يعني بما أنه رانا في وقت تجهيز نزيد البريد ماكس. البريد ماكس هذا يعني نمدوه في وقت التجهيز، نمدوه يعني في لاباتي ما نحبسوهش. هو في على كل حال نقدروا نمدوه حتى في يعني نبداوه لهم على طول العام. يعني كل ما نمدو نقدموا لاباتي نحطوا هذه البريد ماكس. البريد ماكس هذه تزيد في يعني البيض تاع الاناث تزيد فيه. يعني اذا كانت تجيب لك 3 حبات تجيب لك 4، تجيب لك 5 حبات هكذا. وكذلك راح تمد لهم فيها النسبة تاع لي بروتين، راح تزيد لهم في الطاقة كذلك بما انه فيها فيتامينات اخرى. يعني راكم تشوفوا ان كل حاجة هنا حطيتها راهي فيها فائدة للذكور والإناث. الإناث نمدوها لهم تقريبا نقدروا نقولوا 3 خطرات في الأسبوع حتى 4 خطرات. هذه هي إذا نمدوا لهم هنا هذه البريد ماكس أو التانتيوفا. يعني كل واحد واش باش يقدر يخدم. أنا هذه عندي أنا قلت لكم التانتيوفا نشري هكذا كميات كيما هذه قلت لكم ونخدم بها، ولكن لازم تشروا عند واحد اللي تكون ثقة، يعني تكون عندكم ثقة فيه، ما يكونش يبيع لكم يعني حاجه تكون قديمه ولا كش ما يزيدوا فيها. انا من هاد يعني هاد الفيديو هادي ناكد لكم انه كاع واش راني نشري من عند واحد يعني من الثقه، يعني اللي يبيع لي نعرف واش راني نشري حقيقه. اذا الفراخ اذا مديناها للفراخ ما نحطوش هذه التانتيوفا او بريد ماكس او يعني اللي عندكم ما تحطوش، حطوها فقط لي زادولت برك، يعني الاناث والذكور تقدروا ياكلوها مع بعض. بهذه الطريقه قلت لكم نقدموها للذكور نعطوها لهم 2 خطرات في السمانه، ما نزيدوش ما نكثروا لهمش. والاناث نبداوها لهم 2 حتى 3 مرات في الاسبوع، ومن بعد نعودوا نقدموها يوميا. يعني يوميا لازم تكون عندهم هاد لاباتي هذه هكذا
باش على الأقل يكونوا مشحمين ويكونوا واجدين باش يحضنوا لنا على البيض. ماشي مشروط تمدوا هاد لا باتي هادي تمدوها غير هي. قلت لكم عندنا عدة انواع تاع الباتي، انا عند نفسي راني نتكلم لكم نقول لكم هاد لا باتي نقدمها يعني مره في الاسبوع. المره الجايه راح نزيد نوريكم يعني اون اوتر باتي، يعني اشاك فوا حتى في القناه لو كان تحوسوا تلقاو دي باتي واحد اخرين اللي راح تلقاوهم تخدموا بهم. اذا هكذا راح نقدم حوالي 5 غرامات لكل طير، ما نكتر لهمش 5 غرامات. وهكذا يعني نكون كملت الفيديو. نقول لكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.